السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم مسلم زايد، والنهارده هيكون معانا رحلات مجنونة زي ما بيقولوا، ورحلات هتخلينا نلف العالم كله. الرحلات اللي احنا هننزلها المرة دي او الفيديو اللي احنا هنتكلم عليه النهارده دي هنتكلم عن عروض الرحلات في اوروبا. طبعا انا منزل لكم كذا عرض رحلات، تقريبا من 5 ل6 رحلات. ده بيكون عروض الرحلات بتاعت 2024. علشان اولا انا حابب ان انا كنت انزل العروض دي دلوقتي، بحيث ان اي حد مهتم بالعروض دي يكون معاه وقت يقدر يجهز الاجراءات، علشان انتوا عارفين بالنسبه للسفرات والتاشيرات بتاخد مده كبيره جدا بالنسبه للاجراءات. دي حاجه. تاني حاجه، انا الرحلات اللي انا منزلها دي مختلفه، مش كلها نظام واحد. بالنسبه اولا الايام، في حاجات بيكون 5 ايام، في حاجات توصل ل8 ايام، في حاجات بتوصل اكتر من كده، في حاجات اقل من كده، فعلى حسب نوع الرحله بيختلف. طبعا كل رحله مختلفه حسب الدوله بتاعتها، السعر، المصاريف، نظام الاقامه، المزارات. فكل حاجه او اي حد مهتم باي رحله من العروض اللي انا بنزلها لازم يكون قاري الرحله بالتفصيل. دي بالنسبه لرحلات اوروبا. طبعا احنا الحمد لله بفضل ربنا احنا شغالين العروض الرحلات اليوم الواحد. اليوم الجمعه بيكون فيه رحلات اسكندريه وبورسعيد والفيوم، ويوم الخميس متوفر رحلات لدهب وسانت كاترين، ومتوفر ايضا رحلات للفيوم، ويوم السبت متوفر رحلات للفيوم. فلو حد مهتم دي بالنسبه لعروض الرحلات اليوم الواحد ورحلات اللي هي اليومين بليله. فلو حد عنده اي استفسار او حابب يسأل على اي حاجه بالنسبه لعروض الرحلات ممكن يكتب له في الكومنتات. وطبعا ما تنسوش عمل لايك وشير للفيديو، والاشتراك طبعا في القناه وتفعيل الجرس. اتمنى باذن الله ان شاء الله كده ان العروض اللي انا بنزلها عامه تعجبكم. ولو في اي حاجه او حابين تنظموا اي رحلات خاصه ممكن تتواصلوا معايا، وباذن الله كده هظبط لكم الدنيا. وشكرا جدا ليكم، ودلوقتي هسيبكم مع الفيديو.